السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندسة منار من فريق الدعم الفني لشركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية وأدوية العلف السائل. النهاردة معانا دورة اشتغلنا معاها بالعلف السائل 51 في آخر 10 أيام من الدورة، والحمد لله وبفضل الله قدرنا مع العلف السائل إن نخرج الدورة على عمر 35 يوم بمتوسط وزن 2 كيلو و900 جرام وعلف 3 كيلو 950 جرام. يعني قدرنا نوفر للطائر الواحد 400 جرام من استهلاك العلف بمعامل تحويل 1.36%. ولو قلنا إن طن العلف دلوقتي ب23,000 جنيه، يبقى قدرنا نوفر للطائر الواحد حوالي 9 جنيه ونص من تكلفة العلف. ونسيبكم مع رأي المربي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. باشمهندسة منار، وانا فعلا بشكركم عن تجربة مع العلف السائل عمر 35 يوم. بس فعلا كانت تجربة حلوة. استخدمت العلف عند عمر 25 يوم. كنت حاسة ان الفراخ وزنها قليل بالنسبة لسنها او مش هتطلع عند للوزن اللي انا عايزاه. استخدمته عند عمر 25 يوم. النتيجة ان هو عند 35 يوم لقيت ان وزن الفرخة المتوسط بتاعها 3 كيلو الا 100. تجربة جميلة جدا وحلوة. وبعدين قعدت بقى وزعت الاعداد اللي عندي اللي انا، فكان كل فعلا اللي بياكل منها من ولادي او من جيراني كانوا مبسوطين قوي من كمية اللحم اللي هو داخل الفرخة نفسها. يعني ورك ما شاء الله عليه مليان ومكبوس، لحمة مكبوسة مش عضلات مهوية بينها وبين بعضها او في اي حاجة، لا الصدر كان مكبوس. طعم الفراخ نفسه كان حلو يعني. فشكرا ليكم وشكرا للشركة المتحدة وللمهندسين.